تعالى لو عايزين نربط المرة دي نربط يوتيوب. هناخد يوتيوب، ناخد مثلا كده channel مثلا. هنحتاج ان احنا هنا نعمل credential. هنختار برضو محتاجين كده client ID و client secret. ندخل جوجل كلاود طبعا بالايميل بتاعك. هنخش على console. تمام. بمجرد ما تدخل هنا احنا هنبدأ نعمل project. هنختار new project. هنعمل مشروع جديد. هنسمي المشروع اي حاجة، test 01 مثلا. ندوس create. هنستنى لما يتكريت البروجكت، ندخل عليه من هنا. يبقى انت كده اصبحت جوه البروجكت اهو تيست 1. تمام. هندخل على 3 نقط دول وهنخش على API service. نخش على library. هنكتب بقى هنا التولز اللي انت عايز تعملها credential. تعال نختار يوتيوب داتا. اوكي، نختار يوتيوب enable. بعدها ندخل على هنا، عفوا ممكن ندخل على client هنا تاني. هيجي عندي الكلاينت ID والكلاينت سيكريت، ناخده كوبي. نيجي على هنا تاني، كلاينت ID. نيجي هنا ناخد كلاينت سيكريت. save yes. نفس الايميل. هتوافق على كل الخيارات وبعدها متابعة. كده تمام، انت ربطت اليوتيوب. طيب لو عايز اربط بقى جوجل درايف، وعايز اربط جوجل وعايز اربط جوجل دوكيومنت، وعايز اربط جوجل ادز، نفس الكريدنشال بتاع نفس الكلاينت سيكريت والكلاينت اي دي هتبدا تحطهم مع كل تولز انت عايز تربطها خاصه بجوجل. وكده نبقى خلصنا معظم التولز الخاصه بجوجل، سواء جيميل او جوجل، والباقي بنفس الخطوات.